تسجيلات إمام الزمان تقدم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. اي نعم. طيب ممتاز. الآن الشيخ معك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على اجتماعكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن ينفع بنا وبكم ويبارك فينا وفيكم، وأن يستعملنا الله تعالى جميعا في طاعته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان مهما قدم من عمل صالح حتى لو كان بمثقال ذرة وجده عند الله تعالى، وكذلك ما قدم من عمل سيء ولو كان بمثقال ذرة وجده عند الله تعالى. فحري بنا أيها الأفاضل الإخوة والأخوات أن ينتبه الإنسان لما يشارك به من خلال هذه الغرفة ومن خلال غيرها من الغرف، وأن يعلم أن الله تعالى يسمعه قبل أن يسمعه الناس، وأن كلامه مسجل عند الله قبل أن يسجل عند غيره، وأنه مكتوب في صحيفته قبل أن يكتب على شاشة الكمبيوتر. كذلك ينبغي التعاون على الخير، أيضا استعمال الرزق في التعامل مع المخالف مهما بلغت درجة سوءه، إلا أن الرزق ما كان بشيء إلا زانه، وما نزال شيء إلا شانه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النية الصالحة عند الحوار، الدعاء للآخر بأن الله تعالى يهديه ويفتح على قلبه، القصد الحسن عند الحوار، أيضا كل هذه حقيقة آداب ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها. أسأل الله الجميع التوفيق، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، يثبتنا وإياكم على الخير. وهذا أخوكم محمد العلي يا شيخ. نعم. السلام عليكم. في مثل ما بشرناك، في عندنا الأخت اللي اهتدت اليوم ناطرة منك كلمة تغير اسمها إلى محبة الآل والصحابة، وتنطر منك بس كلمة لها على هدايتها اليوم. بارك الله فيك. الحمد لله. حقيقة أنا أبلغني الإخوة بذلك وفرحت بها فرحا شديدا، والحمد لله الذي يعني جعلها على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة آل بيته الطاهرين الطيبين. فإن عقيدة آل البيت الكرام وعقيدة الصحابة الكرام وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن آل بيته وعن أصحابه كلها عقيدة واحدة، وهي محبة الله تعالى، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم محبة المؤمنين ومحبة أفضل المؤمنين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والإنسان ليس شرطا إذا أحب آل البيت أن يبغض الصحابة، وليس شرطا إن أحب الصحابة أن يبغض آل البيت، بل آل البيت هم من خيار الصحابة، وكذلك لا نزال إلى اليوم نحبهم ونقدرهم. وأنا إذا علمت أن أخا لي في الله هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازددت حبا على حبي له، فأحببته لدينه وتقواه، وأحببته أيضا لأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا مهنأ حقيقة هذه الأخت. وأنا أيضا يعني أبشركم بأنه أيضا كان عندي بالأمس المغرب قهوة عندي في البيت أحد الناس أيضا من الشيعة، ولله الحمد ما أذن العشاء إلا وهو سني، وكان يقول لي يا شيخ فعلا ما الذي يمنع أن نحب الصحابة جميعا؟ أنا أحب الصحابة وأحب آل البيت، أعتقد في كمال القرآن ألقى الله تعالى وأنا لا أسب أحدا من الصحابة، أكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لا أغلو في أحد، لا أنسب صفات الله تعالى إلى خلقه، لا أعتقد أن أحد من البشر يعلم الغيب أو يستطيع الخلق أو يستغاث به ويستعاذ ويستعان به. فإن دعوت لا أدعو إلا الله، وإن ذبحت فلا أذبح إلا لله، وإن استغثت فلا أستغيث إلا بالله. هذه العقيدة يا إخوان التي يعني أنزلها الله تعالى على جميع الأنبياء، والتي يحاسب الله تعالى عليها العباد. فأبشرك والله الحمد، يعني كثير من عقلاء وشرفاء أصدقائنا وأهلنا الشيعة هم يرجعون إلى الخير في كثير من الأحيان. وأنا كان لي زملاء في الدراسة هم من الشيعة، ولا يزال بعضهم لي معه مراسلة ولي معه اتصال، ولا يعني مخالفتي له في المذهب أن يعني لا أستقبله ولا أبتسم في وجهه، بالعكس أن بعضهم يجي عندي
اللهم امين. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير عنا وعن جميع المسلمين. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا أحبة، بارك الله فيكم. نعتذر لأن الشيخ كان متعب ولا يستطيع الدخول إلى الغرفة، فكان هذا بارك الله فيكم من السيارة وهو في السيارة مع أخونا جلاد الروافض. نبارك لأختنا محبة الآل والصحابة الهداية، نسأل الله لنا ولها الثبات إن شاء الله، ونسألها الدعاء لنا ولكم جميعا، ونسأل الله أن يجعل هدايتها في ميزان حسنات كل من ساهم في هذه الغرفة وكان متواجدا في هذه الغرفة وساهم في هداية هذه البنت التي كسبت الصحابة ولم تخسر أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.